السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ صافا؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا فيديو جديد اختي، وروتين جديد ونهار جديد مع اختكم شيماء تيفي. المهم هنا اختي غنوجدوا واحد اللاطه ديال الخضره والدجاج اللي كدار في الفران، كتجي يا سلام يا اختي يا سلام، ما تشبعوش منها وكتجي بنينه وسهله وما تعذبيش راسك في هذا الصهد وهذه الحراره. المهم شرموا ولا تقدروا ديروا نتوما اللي بغيتوا. انا نقول لكم شنو درت. المهم بطاطا وخيزو تقدروا ديروا نص سلقه، تقدروا بلاش. انا درت لهم هنا نص سلقه ودرت الدجاج ديالي. تقدروا الكميه اللي بغيتوا نتوما، والخضره تزيدوا ولا تنقصوا اللي كتاكلوا واللي بغيتوا. المهم انا قطعت واحد البصله هكايا دواور من التحت، ودرت خيزو بطاطا، ودرت فوقها الدجاج، وغنزيد الفلفله. عندكم جلبانه زيدوها، انا ما كانش عندي ما زدتهاش. المهم شرموله البنات، شويه د الربيع، شويه ديال الثومه. انا درت الربيع بزيت، انا بغيتو هكاك. الربيع والثومه، سكينجبير، الخرقوم، البزار، الملحه، شويه ديال التحميره وهكايا شويه ديال الزيت وصافي اختي. شرموله عادي انا درت. تقدروا تزيدوا اي حاجه من هكا العطريه اللي عندكم اولا تنقصوا اي حاجه. وهادشي اللي اختي راه كتجي بنينه وما تشبعوش منها، واكله صيفيه صراحه كتجي زوينه. شحال هذه ما درتها. المهم انا هكا فاش كندير شي حاجه اللي زوينه، زعما شحال هذه ما درتها، كنشاركها معكم باش تاخذوا الفكره. حيت انا اختي راه كنوحل شنو ندير الغدا ولا شنو ندير العشاء، وكنبدا ندخل هكايا نشوف، وكان هكا عاد كيطيحوا عليا الافكار وداكشي، وكنوض ندير هادشي اللي كاين اختي. ومطيشه انا كتعجبني بزاف مطيشه في هاد اللاطه هادي اولا في الطويجيل، كتجي بنينه. راه ما كتجي لا حامضه لا حتى شي حاجه البنات، كتجي فنه. والا عندكم هكايا ديك الصوليص وبغيتو تزيدوا واحد شويه منها زيدوا، اولا شويه ديال مطيشه د الحك في واحد نص كاس، ربع ماشي تا نص كاس ديال الماء، وهكا وحركوها وديروها باش كتعطيكم الصوص خاطره وزوينه. وشويه ديال الزيت هكا من الفوق، راه كتجي من ابن اللاطات يا اختي، سهله واقتصاديه وما فيهاش شي حاجه اللي معقده. كتجي بنينه، كتدخلوها للفران وكتخرجوها في 30 35 حتى 40 دقيقه كاع الا درتو الخضره ما مسلوقاش. اما الا كانت ديجا مسلوقه نص سلقه فراه كتجي كتغيا كتوجد البنات. انا هنا درت لها نسلقها غير على حساب خيزو اختو هكا ما يطيبش وصافي. اما بطاطا راه ضيا كطيب البنات صافي. كتجيبوا هكا ورق الفرن تغطيوها هكا به، وكديروا بابي الومنيوم من الفوق، كتدخلوها على الفران اللي عادي بارد. تقدروا تسخنوه من قبل، سينو تدخلوه عاد تشعلوه كما انا درت، وتشعلوه من التحت ومن الفوق اختي، وتخليوها طيب وهي مقمطه في هذا الالومنيوم وهذا الورق الفرن. وكتخليوها كديروا الفران ديالكم على 45 40 45 كاع الا كثرتوا. والا بغيتوها تحمر من الفوق، فاش تطلعوا عليها وتلقوها طابت، حيدوا لها داك الكواغط من الفوق وشعلوا عليها هكا من الفوق، وخليوها تحمر واحد شويه بحال هكا كما كتشوفوا. راه كتجي يا سلام. عرفتوا جات زبده طايبه، وانا كيعجبني الخضره طيب مزيان بحال هكا في هاد اللاطات، راه كتجي فنه. تقدري اختي ديري في اي مول ولا اي لاطه ديال الفران اللي تقص ديرها، اولا دي هذه دزاج طويله مربعه دايره اللي بغيتي اختي واللي كان عندك. ما تعذبيش راسك، قضي باللي كان اختي. تقدروا ديروها هكا بالدجاج، راه كتجي فنه البنات. وانا نقصت شويه هنا د لاصوص، بغيتها على حساب اسراء هكا كنرفس لها هكايا، وكندير لها شويه د لاصوص كتجي زوينه. وحنا ديالنا كتجي شويه ناشفه، ماشي ناشفه وماشي عاوتاني ميدمه، كتجي يا سلام مع كويز الموناضه والخبز. اللهم ديمها نعمه وحفظها من الزوال اختي. هذا كاقتراح للغدا وصافي مني ليكم. وفي العشيه اختي راه خرجنا ودخلنا وانا اختي نقول ندير واحد البيديكور لرجيلاتي، غنحكهم واحد الحكانيت. هاد لي فيديو لو كيطلعوا ليا بزاف اختي في تيك توك وداكشي، وانا نقول علاش انا براسي ما نوضش نديرها. هو حاشاكم اختي بعدا على المنظر ديال الرجيلات. كتحتاجوا غير فوطه والحكاكه، وكتديروا المطايب شويه في شي سطل هكايا. درت فيه الخل، درت فيه الحامض، درت فيه البيكربونات الصوديوم، ودرت فيه جيل دوش، ودرت فيه الملحه. تقدروا الا ما عندكمش البيكربونات ديروا خماره ولا ديروهم بجوج باش يكون مفعول اكثر. ايوا صافي اختي، وجيل دوش هكا وكما قلت لكم
والحامض الخل الملحه وصافي، وخليوهم في واحد 20 دقيقه هكا رجيلاتكم ياخذوا داك السخونيه هكا ويرطابوا معاكم، وتمشي حتى داك العيا يمشيو يديروا هكا مساج من التحت. والله الا داك العيا كيمشيو، حيت اكثر حاجه كتاكلها فينا هي الرجيلات مساكين دائما واقفين. ايوا صافي اختي وحيدوهم، جيبوا شي فوطه هكا اللي ما كتبغيوهاش هكايا، ومسحوا رجيلاتكم مزيان مزيان ينشفوا، وجيبوا لي هاد الحكاكه. شوفوا هاد الحكاكه انا عندي قديمه راه كندير هاد الطريقه هذه بزاف، من شحال هادي ما درتها صراحه. داكشي باش تشوفوها راه كلها مقطعه، وكنستعملها حتى في الدوش فاش كندوش. ايوا اختي شوفوا الوسوخات، هذا راه ماشي وسخه البنات، هذه راه الجلده الميته اللي من الفوق. راه واخا تكون يلاه دوشتي وخرجتي ودرتيها الطريقه راه غينوض لك اكثر من هادشي اللي ناض ليا. فحاشاكم على هذا المنظر البشع صراحه، ولكن هاد الطريقه اللي درت ديروها البنات، راه كتحيد لكم الجلد الميت في مره. وانا اصلا رجيلاتي كيكونوا حالتهم في الصيف او لا بلا صيف، حيت انا ما كنلبسش التقاشه وما كنلبسش الصندال هكا في الدار، كنتمشى بالحفه. عادي انها تقيسني الشمس ولا يعني ما عندي غرض، فكياكلوها بزاف وكيكحلوا ليا بزاف. شوفوا اختي الوسوخات حاشاكم. فبقاو البنات ما تخافوش من داك الحكا، راه ما كيجرح ما كيحبب الرجلين ما حتى شي حاجه، حكو غير بشويه وكل شيء، راه ما كيدير حتى شي حاجه. ديك الحكاكه اصلا الحكان ديال الرجلين، والبنات قديماتكم كيوليو رطب رجيلاتكم رطب. المهم راه ماشي غتبيض ولا شي حاجه، اللي عندها شي لون غادي تاخذو، ولكن غادي تستمرين على ديك الطريقه. حكوا مزيان وردوهم سطلوا، حكوا مزيان حتى يصفاو لكم هكايا. وتقدروا ديروا شي ماسك من بعد ديال النشا مع الحليب او لا هكا شي حاجه اللي تبرد عليكم. سينو انا ما درتش صراحه، عكست عندي هاد لا كريم هذا، فمسحت غسلتهم نط الدوش وغسلتهم مزيان ودهنت ليهم هاد الكريم هذا وخليتهم اختي ناس بخير وعلى خير. حيت هادشي هذا اللي درتو بالليل. ايوا صافي اختي، بغا نشارك معكم الحويجات اللي ديجا كنا خدينا الاسراء وصورتهم وما حطيتهمش ليكم. المهم قلت غنلوحو ليكم في هاد لا فيديو. خدينا لها واحد ديباردور بحال هكايا تحت الحوايج هكا في الدار، واخا شويه كبيره عليها، واحد الشورت هكا، واحد السوفيطما هكا. يا اختي الزاز برات بنتي هاد الصيف هذا تبارك الله ما شاء الله الله يحفظها. خديت لها كسيوه بحال هكا، راه خدينا لها البنات على 2 مرات ولا 3. يعني انتم تشوفوا هنا الزربيه مفرشه ولابسه لبسه، وفي المقطع الاخر غتشوفوا ما كايناش الزربيه ولابسه لبسه اخرى، حيت مره اخرى لبس شرينا لها. المهم كنا كنشريو لها وكنصور وما كنلوحش ليكم حتى لدابا. قلت عاد تفكرتم قلت ضروري نشارككم مع البنات. شوفوا لي اختي المشيطه والزاز والمقيبطات وداكشي هنا النيت راه كنا فاش شريناهم يلا دخلنا وصافي وصورتهم ليكم. خدينا لها كسيوات وداكشي. وفي هذا النهار اخر خدينا لها هذه اختي من كيابي باش تشوفوا لي الكياته وداكشي اختي كيابي. هذه راه جديده بتيكيت ديالها من كيابي النيت. كيجي صالوبيط بحال هكا لاصق السروال والفوق ديالو هو ما كيجيش السروال هابط، كيجي بحال شورت بحال نص البنات. ودابا اسراء كتلبس عامين تقريبا تبارك الله ما شاء الله. زوين هذا في هذا الغوز، راه غير الاضاءه ما عطياش اللون الالوان حقهم، اما داك في واحد الغوز بيبي زوين البنات. وهاد الشورطات هادو خديت لها 3، كاين هذا في هذا الخضيضر وكاين هذا في الزرق وكاين واحد في البيض، غير ما صورتوش البنات كنت لحتو في البلاكار. الخضر والبيض وهذا الشيبي هذا البلوسيل. وهاد الكسيوه هذه حتى هي فن، عرفتي جات هكا تحمق تبارك الله ما شاء الله. هادو البنات دابا راه ديجا لبسات هما مره ما جوج، راه داكشي باش قلت لكم راهم زعما خديناهم شحال هادي غير ما صورتش لكم. تكون كثار من 10 ايام ولا اكثر البنات. وصافي كسيوات وداكشي. المهم عندها باش دوز هاد الصيف هذا تلبس وتبدل وكلشي زوين تبارك الله ما شاء الله. وهاد الكسيوه اللي تشوفوا تكونوا شفتوها لبستها نهار العيد حتى هي فنه يا البنات. هذه ماشي غوز، بحال ليموني بحال صومون بحال ما عرفتش هاد اللون بالضبط شنو نقول لكم ما بين الليموني والغوز. ايوا هذا ما كان، وهذا هو لا فيديو ديالنا هذا النهار. نتمنى يعجبكم ويكون خفيف ظريف على قلوبكم. وما تنساوش تقولوا الاسراء بالصحه والراحه وتجربوا الطريقه لرجيلاتكم باش هكا يتنقاو لكم وتحسوا بواحد الراحه نفسيه هكا والثقه في النفس اختي. وجربوا حتى اللطائف الفران كتجي من اروع المأكولات. وتهلاو لي فراسكم حتى لهنا غيكون سالا لا فيديو.